أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا في صحة وخير وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صحة شريفتكم ومرحبا بكم في وصفتنا الليلة في دبارتنا نمرو 6. طاولتنا اليوم متاع رمضان في النهار السادس من رمضان. إن شاء الله تعجبكم وصفاتنا باش نعملوا مع بعضنا اليوم كروفيت سوتي، صوص شامبينيون بالشوبي، سلطة مقرونة بيضاء بالملح. هذه شوربة بالشوباء وحطيت فيها شوية كروفيت، كعبة برك كروفيت راهي قصيتها كجويدة وكل وحطيتها مع الشوربة. كعبات حوت مشوية وشوية بريك بالشوباء وسلطة مشوية متاع امس. هذيك ديجا اللي عملنا لها تحضيراتها معناها من تحضيرات رمضان وكل مسبقا. حطيتها في الكونجيلاتور هكا كل 3 4 ايام نمد ساشي ونحلها ونحطها. والسلطة زاد هذيك متاع الكرنب. ديجا هذيك زاد نتاع امس، كان ترجعوا الفيديو امس ديجا قعدت لي منها شويه. سي بون مديتها اليوم كلينا شنو كلينا منها والباقي كاو مشي لبلاصتو وين لازم يكون موجود. على كل حال نبداو اليوم بالوصفه نتاعنا. باش نبداو باول حاجه، ديما اني اول حاجه نشعل عليها هي شوربه، بويسكو معناها تاخذ هي اكثر بريسك وقت في الطياب. باش ناخذ هنيك باش نعملوا شوربه اليوم بالشوباء. ناخذوا كعبتين شوباي، نفوحوا ان نغسلوهم بالباهي نظفوهم، نحيوا لهم كل القشره البرانيه نظفوهم بالباهي وكل. بعد اللي نعمل لهم عصره قارص وشويه بالكل خل باش تنحى العبينه نتاعهم وكل الريحه القويه نتاعهم. وكهو من بعد اللي نصوصوهم بالباهي بالماء ونقطعوهم تروف تروف. قسمت الكونتيتي الكل على اثنين. كونتيتي هذه باش نعمل بها الشوربه والحشو نتاع البريك، وكونتيتي اخرى باش نعمل بها الصوص بلانش بالشامبينيون ولا شوباء. لهني خدينا بصل قليناه في الزيت، وخدينا الكونتيتي نتاع الشوباء اللي قلت لكم كعبتين شوباء قصيناهم هكاك تروف وكل. هذه الكونتيتي الاولى باش نعملوا بها الشوربه. خدينا بصل وشوباء وقليناهم مع بعضهم في الزيت. ناخذ شويه ملح، ردوا بالنا راهو الشوباء والكلامار والكروفيت كيما ديما نقول لكم والقرنيط رانا ما نحطولوش برشا ملح، ديجا هو يسيب الملوحيه نتاعو. الماء اللي يسيبو ديجا فيه شويه ملح. نسيسو رواحنا في الملح ونفوحوا الطنجره نتاعنا. الكسرونه نتاعنا نتاع الشوربه نفوحها بشويه فلفل اكحل، ثوم، شويه كركم وشويه بالكل كمون مرلوله. نحطوا شويه برا، ما نحطوش برشا خاطر راهو كي نحطوا كونتيتي كبيره من المرلوله بالطياب المره الاولى راهي تتمرر الماكله. الكمون برشا برشا راهو يمرر الماكله. نجيو نسقيو هكاك بشويه ماء، حطينا بطبيعه الحال مغرفه طماطم وشويه بالكل فلفل مرحي، ربع مغرفه صغيره فلفل مرحي راهو جوست باش تبدلي الكولور نتاع الشوربه برا. خاطر اني الفلفل المرحي نتاعي ديجا حر، وان بليس الشوربه ماذا بيا ما نعملهاش حاره، جوست هكا كولورها برا باش يتبدلوا برا. وشويه كركم قليناهم هكاك الكل مع بعضهم في مع الطماطم وكل. بعد اللي كي تتغلى بالباهي الطماطم والمقادير الكل يتقلاو بالباهي، نجيو نحطوا. اليوم حطيت زوز مغرف وبرا الشوربه، جوست الكونتيتي نتاع اليوم برا لحاجتي بيه لليوم برا. زوز مغارف شوربه قليتهم بالباهي مع الطماطم والشوباي وكل. خليتهم في عقلهم هكاك قاعدين يطيبوا في عقلهم. وبعدالي مرقناهم بالماء السخون. نخليهم يطيبوا حكاية سوايع غير ربع حتى لين الشوباي نتاعنا يطيب بالباهي. لهنا سي بون بعد ساعة، ساعة ولا هو ساعة وربع. طابت الشوربة نتاعي، خليتها تطيب في عقلها. ديجا هذيك لاستوس باش تطلع لنا الشوربة نتاعنا بنينة، وحتى كي تبات نهار ولا نهارين راهي تقعد كيما هي بنينة وتعمل 66 كيف. لهنا هيك سي بون شوباي نتاعي طاب. حطيت كعبة كروفيت قصيتها كيما تشوفوا هكاك رونديلات صغيرات باش تعطي جوست البنة برا، ومن با تغلى شوية برا الكروفيت ما فيهاش روح ديجا. نحطوا 3 سنات ثوم، ونحطوا مغرفة كمون صغيرة وهكا. هو لهني الشربة متاعنا طابت. نغطيو عليها ونخليوها على جنب. وقت اللي يجي وقت الشقة الفطر نمدها جوست نسخنها شوية ونحطها في صحيفيات وكل، ونحطها على الطاولة. لهنا سي بون شربتي تهنيت عليها سي طابت. توا نجيو للصوص صوص بلانش، صوص بلانش بالشامبينيون بالشوباي. باش ناخذوا لهنا شوية ماء، نفوحوا الماء نتاعنا باش نحطوا له شويه ملح، شويه برا ملح دوبلاش راهو كيما قلت لكم الشوباي راهو يسيب الملوحيه نتاعو، نردوا بالنا من الملح.
نحطّوا شوية ماء يغلي، نحطّوا معاه شوية كركم وشوية ملح وشوية فلفل أكحل، جست باش نبنّوا الماء وبرا باش الشوباك كي يتحط في الماء ما تبداش ما فيه شي معناها ماء صافي، هاكا جست نبنّوا في الماء، نحطّوا 3 سنينات ثوم من هنا يبداو يغليو مع الماء، ولهناش نجيو نحطّوا الشوباي متاعي، حبيت نوريكم راهو الشوباي المرة هذه قصيته أغلظ شوية من الشربة، الشربة يجي شوباي ما يسالش معناها جويد ديجا كي نهزوا المغرفة تبدا كعبة شوباي هكا صغيرة وكل ما تبداش تطيح من المغرفة وكل شيء، لهنا نخليو الشوباي نتاعنا هكاكا يغلي في أقل عقلو في الماء مدة سواعة هكاكا سواعة ودرجين سواعة ودرج، انتوما والكبر متاع الشوباي وانتوما الغلوظية متاع الشوباي كانوا كبير برشا الشوباي يقعد أكثر وقت، ونخليوه هكاكا كيما قلت لكم تطيب في عقل عقل حتى لين تقر الماء متاعها، ومن بعد تاني نرجعوا لها نوريكم كيفاش نكملوا نعملوها. لهنا هيك خذينا كعبات الكروفيت نتاعنا باش نعملوا كروفيت سوتيه باش ننظفوهم ونحيو لهم الزايد نتاعهم الكل بمقص كيما لهنا حبيت نوريكم الطريقه نتاع تنظيف الكروفيت كل حد كيفاش يحب ينظفها راهو فما شكون يحب ينحي لها قشرتها اني الحقيقه قشرتها تعجبني برشا وبلينا وكل شيء جست نعرفوا كيفاش نفوحها بالباهي وكهو ناخذ بمقص كيما هكاك نحيو لها الرجلين نتاعها وهاك الذيل التلاني نتاعها عندها ديجا شوكة هكا من التالي واني راني نحي العينين والفم نتاعها من القدام زاد نقصه فما شكون يخليه الحق راني ما نحبوش معناها نقصه كل والذيل هذاك اللي قلت لكم عليه من التالي ونجيو لهني نقصوا من التالي الظهر نتاع الكروفيت ونحيو لها السلسول هذاك ديجا يبدا فيه التراب وكل هذاك اهم حاجه في الكروفيت لازم يتنحى هي والرجلين نكملوا بالطريقة هذيك نظفوا الكروفيت نتاعنا الكل ونجيو لهنا تو باش نبداو نفوحوا الكروفيت وكعبات الحوت كما قلت لكم ديجا اول فيديو باش نعمل كعبات حوت مشويين نشويهم على البلا برا مانيش باش نشويهم على الكانون كيما امس ديجا عملت حوتات مشويين اللي تبعوا فيا ديجا شافوني معناها ديجا كيفاش عملت الحوت مشوي كل لهني جيت فوحت الحوت بتاعي هذوما كعبتين وراتا عملت المرلولة شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية كمون شوية كركم هذوما الأهم الحاجات اللي نحطوهم في تفويح الحوت الحوت راهو أهم حاجة يحتاج لها هو الكمون الكمون والكركم يعني بالنسبة لي هذوكم أهم زوز فيحة للحوت بويسكو باش نشويوهم احنا وكل شيء على البلا ما حبيتش نحط لهم الثوم خاطر راهو الثوم كي تشوي يتحرق كي تحرق يسيب المرارة نتاعو ما حبيتش نحط ثوم جوست نحط في راس الحوتة كعبة ثوم هذيك هاكي كي تسخن وكل شيء باش تسيب الفيحة نتاعها في كعبة الحوت لهني سي بون حطيت شويه زيت زيتونه بطبيعه الحال وفوحتهم مكعبات الحوت توا سي بون حطيتهم في الفريجيدير باش يشربوا بالباهي كل الفيحة نتاعهم لو طون اللي يجي وقت قل الفطر جست نحطهم على البلا تشويه وكهو نجيو توا لهني باش نفوحوا الكعبات الكروفيت نتاعنا الكروفيت راهي تحب برشا الثوم والكمون تحب برشا الثوم قد ما تحط لها ثوم قد ما تجيك تعطيك جو ياسر بنينه لهنا هكا الكعبات الكروفيت نتاعي حطيت عليهم شويه كمون شويه فلفل اكحل شويه كركم وبطبيعه الحال شويه ملح وباش نحطوا راس كامل ثوم راس كامل 6 سنات ولا 7 سنات انتم والكبر متاع راس الثوم نتاعكم لهنا هكا كيما قلت لكم راهي تحتاج برشا كونتيتي نتاع ثوم لهنا هيك باش نجي نحركوا الفيحة الكل لهني أني قاعدة نحرك في الفيحة وقلت فما حاجة ناقصة شنية فما حاجة ما خلتش الخليط يتشد في كعبة الكروفيت لهني والحمد لله تفكرت لأني ما حطيتش الزيت راهو الزيت يعاون برشا باش الفيحة تلصق في الحاجة اللي باش نحطها شوفوا تو ما شاء الله تبدا سوبل معانا الفيحة نتاعنا نبداو هكا ديجا كيما شفتوا نحاولوا نحطوا ندخلوا الفيحة نتاعنا في راس الكروفيت وفي الظهر نتاع الكروفيت باش ما تقعدش في وسط القشرة البرانية ديجا القشرة هذيك بعتالي باش تتنحى وكل ومانيش باش ناكلها الفيحة تقعد لبرا وكل هيك علاش نحط في سلسول الظهر هيك الفيحة بالباهي فوحة نشخشخها بالفيحة بالباهي ومن بعتالي نغطيوها كيما قلت لكم ببابي ولا حاجة ونحطها في الفريجيدير حتى لين يجي وقت شق الفطر ان شاء الله قبل شق الفطر بنصيف ساعة نحطوهم يتشوية وكل وكهو هذوما تو لهني سي بون ارتحنا عليهم وصفة راهي خفيفة سهلة والله العظيم دخلت للكوجينة حاسيلو قبل شق الفطر بساعة وربع ساعة ونص ميم با جست اني عندي مشكله برا صغيره اللي التصوير راهو ياخذ منا شويه وقت كحتى
الsupport متاع التصوير، تحضّر les ingrédients الكل بحذاك، هذاك الكل اللي يعطّلوا برا شوية، أما مش مشكل ما يسالش مادام فما متبعيني معناها وكل شيء ويحبوا يشوفوا وصفاتي ما يقلّقش، إن شاء الله تعجبكم ديما وصفاتي، وإن شاء الله ما تنساونيش في اللايك وفي les commentaires. وهذوكم الحاجات اللي يشجعوني يخلّوني ديما نقدّم وحتى كي نبدا تاعبة وكل شيء نقول ما يسالش، ما يقلّقش مادام هُم عجبتهم الفيديو متاع اليوم هذاك أهم حاجة. لهني خديت مقارونة، غليت مقارونة هذيا بابيون وحطيت فيها المالح، قصيت المالح هكاكا شوية وحطيت المايس، حطيت شوية زيت زيتونة، حطيت شوية كليل وزعتر مرحيين، كل رحيناهم ديجا مع بعضنا في تحضيرات رمضان. لهنا هيك حطيت شوية مايس، المايس بطبيعة الحال لازمنا نغسلوه بالماء راهو قبل، ما يجيش ما نخليوش بالماء نتاعو هذاك، معناها نحيو ديما المايس وأي حاجة متاع معناها مُصبّرات نغسلو بالباهي، كان مايس، كان شامبينيون، كان جلبانة، كان لوبيا، هاذوما كل هكايا لازم نغسلوهم قبل ما نستعملوهم ولا نطيبوهم ولا نحطوهم في les ingrédients نتاعنا كان سلاطة ولا حاجة، لأن هيك سي بون ما شاء الله هاك الشوباية اللي خليناه يغلي هكاكا وحده في الماء على روحه، لهني بعد سواعي يظهر لي ولا سواعي غير ربع هكاكا، طابت ما شاء الله الشوباية متاعي، لهني باش نحيو شوية quantité للحشو متاع البريك ونحطوه هكاكا بالطريقة هيك نحاولوا نقصوه شوية هكاكا طروف صغار، شوفوا ما شاء الله الشوباي ديجا طري ويهبل معناها طاب في حقه، نقصوه هكاكا طرف ونحطوه مع الحشو هذاك متاع البريك اللي هي بطاطا وبصل خليناهم يغليو بالباهي حتى لين قرت الماء متاعهم، ونحطوا له شويه كركم وشويه ملح وكهو نخليوه من بعدين نرفسوه هكا بشويه بالفرشيطه، وهذاك هو الحشو نتاع البريك نتاعي، بعدين نزيدوا له شويه معدنوس وكعيبه اعظم وشويه كبار واللي يكتب من ربي كل حد شنو يحب. لهناك نرجعوا للصوص شامبينيون نتاعنا باش ناخذوا 3 ولا 4 روس ثوم، ديجا إحنا مرّة فوّحنا الماء نتاعنا بالثوم، سي بون الماء هذاك الثوم هذاك ديجا ما عادش يظهر برشا وكل، نحبوا نعاودوا نحيوا المطعم نتاع الثوم وكل شيء، ناخذوا 3 سنات ثوم كبار ونحطوهم يتقلاو مع الشوباي، ونجيو لهنا ناخذوا شامبينيون هذايا، راهو حكة شامبينيون راني شريتها، من المستحسن اللي عنده شامبينيون فريشك ياخذ شامبينيون يقسموا هكاكا طروف، يغسلوا كل شيء بالباهي بطبيعة الحال، ينحي له هكاك القشرة البرانية كان ما عجبتكمش وكل، ويقصوا هكا طروف ويقليه الحقيقة أبن برشا وأنفع وخير والقوم تاعو ياسر بنينة وتعطي جو معناها ما شاء الله في الصوص نتاعنا، في الصوص بلانش هذيا، خذينا الشامبينيون كيما هكاكا وبعتالي زدت كيما وريتكم مغرفة زبدة خاطر إني ديجا أول ما حطيت الماء يغلي ما حطيتش فيه لا زيت لا حتى شيء، والزيت لهنا باش يذهب لي المطعم نتاع الفرويد مير وكل، حطيت زبدة خير ديجا هو هذيا الصوص بلانش لازمه ديجا مغرفة زبدة، هيك علاش حطيت طابع الزبدة هذاكا باش يقلي لي الشوباي والشامبينيون والثوم. سي بون لهني قلينا كيما هكاكا المقادير الكل في بعضهم، ولهني حطيت 2 مغارف فرينة على كاس حليب وحطيت معاهم شوية بالكل ملح وسنة ثوم برشتها في وسط الحليب والفرينة هذوكم، ولهني نجيو هكا نخلطوهم بشوية بشوية كل مرة نحسها عقادة شوية صوص باش نزيدها شوية حليب، نبداو الحليب نسقيو فيها بشوية بشوية كيما تشوفوا حسيتها عقدت شوية الفرينة حسيتها كبدات تعقاد وكل شيء وتشرب بالباهي، نزيدها شوية حليب، لاني سي بون الفرينة متاعنا طابت رانا رانا تخلط فيها أقل حاجة ربع ساعة باش الفرينة تطيب ما تبداش نية، معناها الفرينة ديجا تقلق راهو كي تبدا نية، لانيش نحطو شوية بالكل كمون وباش نضيفوا مغرفة فريدو، أي كريم فريش عندكم تنجموا تحطوها وتنجموا تحطوا فرماج توابع، تنجموا تحطوا فرماج رابي اللي تحبوا نتوما، أني حطيت فريدو ديجا يمشي نفس الجو نتاع الصوص نتاعنا، وديجا الصوص شامبينيون تحب هكا الحاجات اللي فيها الحليب وكل شيء وكل بنا المطعم القوي شوية، هذه سي بون الصوص شامبينيون نتاعنا زاد طابت سي حضرت نخليوها على جنب. ديجا راهو حضرت فيسع معناها حضرت قبل شق الفطر بشوية خاطر ما لازمهاش تقعد تبرد، وبعد تالي كي سخناها تعاود تيباس مرة أخرى وكل، دونك ديجا حاضرة معناها سي لهني مازالوا درجين يظهر لي ويأذن سي ما عادش،
لهناك جينا حطينا الشوبي الكروفيت نتاعنا باش تطيب كيما قلت لكم باش نعملها سوتيه. حطيتها كيما هكاكا في المقله هذه نتاعي. ديجا هذه نطيب فيها اني المقرونه وكل، وما تلصقليش ديجا هايله هذه تعجبني يعني الرخاميه هذه. هاكا ونحطها هكاكا ونغطيو عليها على نار هادية مش نار قوية، باش ما تتحرقش وباش اللحمة الدخلانية نتاع الكروفيت تطيب بالباهي من الداخل. هاكا ونخليوها هكاكا نغطيو عليها ونخليوها تطيب في عقلها حتى لين تنشح من الماء نتاعها. ديجا هي راهي باش تقر شوية ماء الكروفيت. نجيو توا هكا لهنا نقلبوا الكعبات الكروفيت راهي ما فيهاش روح هي ديجا، معناها حتى كي باش حتى كان حطيتها معناها على نار ماهيش نار قويه، معناها راهي في ساعه ما تطيب الكروفيت، اما اني راني حطيتها على نار هاديه ومغطي عليها ديجا وكل باش تطيب الباهي من الداخل. سي بون لهنيك طابت نورمالمون، غطينا عليها وخليناها على جنب وكهو. ونجيو توا لهنا نحطوه في اطبقه التقديم نتاعنا. لهنا هذيك الصوص شامبينيون بالشوبي، هذيك كعبات الحوت نتاعنا ديجا زادا شويتهم وركحتهم. لان هيك هذيك المقرونه بالمالح نتاعنا ديجا كيما وريتكم بكري ساهله ما في حتى شيء. زيناها من الفوق باللي كتب من ربي. هذيك كعبات الحوت، هذوكم الكعبات البريك نتاعي اللي بالشوبي فاوحين راكحين. هذيك سلطه المشويه، هذيك الشوربه ديجا باش نوريها لكم كيف نية. الكعب برك راني كروفيت حطيتها ما شاء الله حتى تقو ياسر بنينه. وهذوما الأطبقة بتاعنا لليلة، هذيك وصفتنا لليلة وهذيك دبرتنا إن شاء الله عجبتكم، خفيفة نظيفة ما فيها حتى شيء. وهذايا بعتيلي بعد ما شقينا الفطر وكل عملت هكا صحين متاع غلة للصغيرات وللسهرية وكل. هذيك راهو هذاك يظهر لي هكا اسمه التين البري ولا حاجة هندي هندي هذاك الأحمر. حبيت نوريه لكم برا. إن شاء الله عجبتكم وصفتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم دبرتنا لليوم. على بروشين إن شاء الله وليلتكم زينة.